برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. السلام عليكم مستمعيني الأحباء، معكم رشا شوقي، برنامج صفات أهل الجنة على راديو برونتو. موضوع حلقة النهاردة هو استكمال لصفات أهل الجنة. تعالوا نعرف إيه هي صفاتهم ونتكلم عن المحسنون. إيه معنى الإحسان والمقصود بالمحسنين؟ الإحسان هو أداء الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في أنواع الخير بالصدقة على الفقير ومواساة المحتاج وعيادة المريض ونصرة المظلوم ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجتهد في أنواع الخير ليستوفي منها الخير الكبير. فالمحسن يعبد الله كأنه يراه ويراقبه، يطلع على أعماله، يستحضر رقابة الله ويسارع لفعل الطاعات والبعد عن المحرمات. المحسنين هم أولياء الله وأحباؤه، اختصهم بالرحمة والحكمة والعلم والهداية والمعية. إزاي يصل العبد لدرجة الإحسان؟ بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم النوافل، فيقرب الله إليه ويرقيه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. ومن أعظم درجات الإحسان هي مرتبة الأنس بالله، وهي أعلى مراتب الإحسان، إذ يعبد الإنسان ربه ويصل لدرجة الأنس به، فقد فاز فوزا كبيرا وعظيما. ومن أعظم أنواع الإحسان الصدقة، لأنها تشبع الجائع وتعالج المريض وتقضي الدين. حتى يصل الإنسان لمرتبة الإحسان عليه بالإخلاص في القول والفعل ليترقى إلى الإحسان عند الله سبحانه وتعالى. وعن جزاء الإحسان هو محبة الناس للعبد، محبة الله للعبد، والمعية من الله، الحفظ من الله، تفريج الكربات يوم القيامة، قضاء الله لحوائجه، إحسان الله إليهم، ودخولهم الجنة بفضل الله. ذكر المحسنون في القرآن الكريم في مواضع مختلفة. وعن الطائعين لله ولرسوله، تعالوا نعرف معنى طاعة الله ورسوله. هي الالتزام بأوامره وتطبيقها والاهتمام بشرع الله والإيمان بالله، لا يصح إلا بطاعته. وتقترن الطاعة بالنهي عن الكفر بعد الإيمان، والاستعانة واللجوء بالله تعالى بكل ما جاء به في القرآن الكريم. مصاحبة أهل الصلاح والخير، لأن صحبتهم فيها تذكير لطاعة الله ولرسوله وتحذير من غواية الشيطان. إزاي أكون عبد طائع لله ولرسوله؟ بطاعة الله في كل أوامره، بإقامة الصلاة وصوم رمضان وبر الوالدين والالتزام بما أمر الله، بالكلام الطيب مع الآخرين والتقرب إلى الله، بقيام الليل وقراءة القرآن والتسبيح وكثرة الذكر والدعاء وغيرها من الطاعات التي تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. تعالوا نعرف جزاء الطائعين لله ولرسوله. الرحمة من الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والهداية والاستقامة من الله للعبد، حب الله لعبده، فهنيئا لمن نال حب الله في الدنيا، فهي من أعظم المطالب والأمنيات. الاستخلاف والتمكين في الأرض، والأمن بعد الخوف، والطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر والحصول على السعادة. الرضا بقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض، فالعبد عندما يطيع الله ورسوله فإنه يتوكل على الله ويرضى بما قسمه له ويشرح صدره ويرزق الطمأنينة والاستقرار. البركة في الرزق والمال، فينزل الله تعالى بركته على الأرض. الوقاية من الغفلة التي تقود إلى الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة، سبب لنصر الله لعباده المؤمنين.
سبب لتفريج الهموم والغموم ورفع المصائب والابتلاءات، محبة الناس ووضع القبول في قلوبهم للمؤمنين الطائعين، مغفرة الذنوب والسيئات، والملائكة تستغفر للمؤمنين الطائعين، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. يجمع الله بين العبد الطائع لرسوله والأنبياء الصالحين في الجنة، الرفعة في الدرجات في الجنة والتمتع بنعيمها الخالد، والنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهذا بحسب إيمان العبد وأعماله الصالحة. فكلما زاد الإيمان كلما ارتقى العبد في الجنة والمكانة العليا. الأمان يوم القيامة والاستظلال بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، التوفيق لحسن الخاتمة والنجاة من الشدائد في الآخرة. وذكر الطائعون لله ولرسوله في 30 موضع في القرآن الكريم، واقترن الطاعة بطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. استنوني وحلقة جديدة من برنامج صفات أهل الجنة. كان معكم رشا شوقي على راديو برونتو. إلى اللقاء.